بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. يا رب تكونوا جميعا بألف خير. لو أول مرة بتشوفوني، أنا اسمي فاطمة ودي قناتي، يسعدني اشتراككم فيها. احنا النهاردة هنعمل مع بعض الميني بيتزا بطريقة سهلة وبسيطة خالص، وحابة أقولك الطريقة اللي هنعمل بيها العجينة النهاردة تنفع لمعجنات كتير. فعلا ليهم حق يسموها العجينة السحرية. شايفين البيتزا طرية وهشة ازاي، زي بتاعت بره وأحسن كمان. وهنحضر الصلصة بطريقة حلوة وجميلة جدا، هتديكي نفس نتيجة بره. لايك وشير للفيديو واشتراك في القناة. يلا نشوف عملنا الميني بيتزا ازاي. معايا هنا حوالي كوباية ونص من المية. ممكن تستبدلي كوباية فيهم تحطيه حليب او تضيفي زبادي زي ما انت حابة. بعد كده هنزل عليهم بمعلقتين كبار من السكر ومعلقة كبيرة من الخميرة وربع معلقة ملح. هدوبهم مع بعض كويس لحد ما نتأكد ان السكر داب. انت لو حابة تعملي اختبار للخميرة، حطيها على نص كوباية المية ومعلقة السكر ودوبيهم وسيبيهم 10 دقايق. لو فارت معاكي وعليت يبقى الخميرة شغالة. هنا نزلت عليهم بتلت كوباية من زيت الزيتون، يعني حوالي 65 جرام، ومش شرط يكون زيت زيتون، بأي نوع زيت عندك اشتغلي عادي. بعد كده قلبتهم مع بعض ونزلت عليهم بمعلقة صغيرة من الخل. الخل بيدي هشاشة حلوة للعجين يا جماعة. بعد كده معايا هنا 6 كوبايات من الدقيق معايرهم بالمج ده، يعني المج انا مج ممسوح. انا شاورت لكم على المج اهو، بقول لكم 6 كوبايات من المج ده ممسوحين، يعني حوالي 690 جرام. وهنعجنهم زي ما احنا شايفين كده. لو احتجت سوائل هزود، وهنشوف اخدت مننا سوائل قد ايه. طبعا انا ضفت كوباية ونص في الاول، وبعدين ادي نص الكوباية التاني، وهستمر في العجن كده. هتبقى اخدت مني كوبايتين من المية. انتي زي ما قلتلك ممكن تستبدلي فيهم كوباية بالحليب وكوباية مية، او تضيفي زبادي، او ممكن تضيفي معلقتين من اللبن البودر. بس انا عجنتها كلها بالمية وادتني برضو نتيجة حلوة. اهو وصلنا لقوام العجينة المظبوط، هي فيها سن تلزيقة خفيفة. لحد هنا العجينة كده بالزيت، اغلفها بالزيت وهسيبها لحد ما تخمر، وبعدين نرجع نشكلها مع بعض. ولو انتوا وصلتوا معايا في الفيديو لحد هنا ونسيتوا تحطوا اللايك، حطوا اللايك يا حلوين فضلا وليس امرا. على ما العجينة تخمر هنعمل الصلصة. ومعايا هنا 3 4 حبات من الطماطم، انا قطعتهم وعليهم بصلاية برضو قطعتها صغير، وكان فص توم وفلفلاية. حطيت عليهم 3 معالق كبار من المية ورفعتهم على النار لحد كده ما غلوا غليتين ودبلوا، استووا مع بعض. بعد ما بردوا ضفت عليهم معلقة كبيرة من الصلصة، وهضيف عليهم معلقة من الزعتر ورشة سكر ونص معلقة صغيرة من الملح، وهاخدهم اضربهم على في شفشق الخلاط. وبعد كده معايا حلة على النار فيها معلقة زيت، هنزل طبعا بالصلصة اللي انا ضربتها علشان تغلي غلوتين. وكده الصلصة اهي غليت معايا غليتين، هطفي من عليها النار، وكده الصلصة جهزت معايا. يلا نشوف العجينة اهو، شايفين شكلها بسم الله ما شاء الله، اختمرت وعليت معايا كده. هبط الخمر بتاعها زي ما احنا شايفين، وهنبتدي نشكلها. معايا صاج طبعا مدهون دهنة زيت خفيفة جدا، ودهنت ايديا برضو دهنة زيت. وهنشكل الميني بيتزا. طبعا هنعملها احجام ولا كبيرة خالص ولا صغيرة خالص. بس انتي لو حابة تصغري على الشكل اللي انا عاملاه ده ممكن تصغريها. البيتزا دي هتنفع كمان معانا في اللانش بوكس ايام المدارس. وهنشكل كمية العجين اللي معانا كلها زي ما احنا شايفين. العجينة بسم الله ما شاء الله، يعني باينة من قبل ما تتخبز، خفيفة كده وهشة وزي القطن. وهتشوفوا شكلها بعد ما نسويها وهتشوفوا طراوتها. ولو انتوا وصلتوا معايا في الفيديو لحد هنا ونسيتوا تحطوا اللايك، يا ريت تحطوا اللايك فضلا وليس امرا. واللي ما اشتركش في القناة يا ريت ينورنا بالاشتراك. الخطوة اللي بعد كده هنجيب فنجان او طبق صغير وندهنه دهنة زيت، وهنضغط على العجين زي ما احنا شايفين. الغرض منه ان نعمل سور للعجينة علشان الحشوة لما نحطها فيها ما تخرجش منها. ويفضل انك تشكليها وهي على الصاج علشان تكون سهلة معاكي. هخلص كل العجين كده وارجع لكم تاني.
اهو شكلت العجين كله، وبعد كده هعمل فيه خرام بالشوكة علشان حجمه ما يتضاعفش يعني وتخمر معايا بزيادة. بعد كده هنجيب الصلصة، وكل واحدة هنضيف فيها معلقة كبيرة من الصلصة او معلقتين صغيرين. الصلصة ريحتها خطيرة يا جماعة، تحفة. جربوا الصلصة بالطريقة دي وان شاء الله هتعجبكم جدا جدا. اهو كده خلصنا البيتزا اللي معانا بالصلصة. بعدين هنجيب الحشوة اللي معانا، طبعا اي حشوة متاحة عندك. بعد كده هنا حطيت على كل بيتزاية حوالي معلقة من الجبنة دي اسمها الحمد يا جماعة، يعني ارخص نوع يعتبر من الجبنة الموتزاريلا. وهقول لك على حركة كده تعمليها تخلي معاكي اي نوع جبنة يمط بكل سهولة. بعد كده هنا هتضيفي الحشوة اللي انت عايزاها. انا حطيت معلقة الجبنة دي علشان تمسك الحشو اللي احنا بنحطه. انا هنا عندي قطع من الفلفل الاخضر، انت ممكن تحطي فلفل الوان معاها، انا بصراحة ما عنديش كان فلفل الوان، حطيت فلفل اخضر وشرايح كده من الطماطم. بس البيتزا دي احنا هتتاكل يعني مش هنحتفظ بيها، علشان كده حطيت عليها طماطم. انتي لو هتحتفظي بيها ما يفضلش تحط عليها طماطم خالص. بعد كده حطيت اهو حتت الفلفل والطماطم، وهحط الزيتون. انتي الحشوة اللي متاحة عندك ممكن تحطي لحمة مفرومة، فراخ، تونة، اي حشوة انتي عايزاها. ولو حابة تسيبيها كده بالخضار بالفلفل الالوان والفلفل الاخضر والزيتون وتحتفظ تخليها يعني للفطار كده، هيكون كمان طعمها حلو جدا جدا. وهنا ضفت قطع الزيتون وعملنا احلى بيتزا بمقادير بسيطة جدا وطعمها تحفة رهيبة، احلى من بره بكتير يا جماعة. وعندي الفرن مسخناه، انا الفرن اللي بخبز فيه غاز. هدخل البيتزا لحد ما تستوي، هقول لكم الخطوة اللي بعد كده ايه. وده شكل البيتزا معايا بعد ما استوت. شايفين بسم الله ما شاء الله طرية وهشة، انا وبشيلها من الصاج. يعني العجينة دي سحرية فعلا، اسم على مسمى. بعد كده هحط عليها على كل فطيرة من الميني بيتزا رشة من الجبنة، وهدخلها الفرن لمدة ثواني علشان تطلع معايا كده بتمط ومش ناشفة. او تدخليها تحت الشواية، او ممكن بعد ما تحطي الجبنة ترشي عليها معلقة صغيرة من الزيت وتدخليها الفرن برضو لمدة ثواني، برضو هتديكي مطة. بس انا فضلت يعني حطيت الجبنة كده ودخلتها الفرن وبرضو ادتني نفس النتيجة، يعني مفيش داعي للزيت اصلا. اهو شايفين بتمط معايا بكل سهولة ازاي. ولو انتوا وصلتوا معايا في الفيديو لحد هنا ونسيتوا تحطوا اللايك، حطوا اللايك. واللي ما اشتركش في القناة ينورنا بالاشتراك علشان القناة تكبر بيكم يا احلى متابعين واحلى اخوات. ولايك وشير مع اصحابكم علشان الفيديو اكبر عدد يشوفه. واشوفكم في الفيديو القادم ان شاء الله. السلام عليكم.